اوعى اوعى تكون بتدعي ربنا بالطريقة دي، لأن دي طريقة غلط جدا وفيها سوء أدب مع الله. صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان، لأن ربنا موجود وفوق الكل وعادل، والأمل في ربنا دايما. كلنا بندعي ربنا وكلنا بنطلب اللي احنا عايزينه من ربنا، بس يا ترى كلنا بندعي ربنا صح ولا بنعمل حاجة غلط في الدعاء؟ أبسطها لك، لما تيجي تطلب حاجة من ربنا أو تيجي تدعي ربنا، ما تفكرش في نوعية الطلب اللي انت بتطلبه أو هيتحقق ازاي. فكر في قدرة اللي انت بتدعيه وبتطلب منه. أيوة، لما تيجي تدعي ربنا ادعي بالمستحيل، ادعي باللي ما فيهوش أمل، ادعي باللي ظاهريا قدامك مالوش أسباب انه يتحقق. ربنا بيقول في القرآن الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عارف يعني إيه دعاء المضطر؟ دعاء المضطر ده الشخص اللي مفيش ولا سبب قدامه والدنيا مقفلة ومفيش أي أمل مادي ولا دنيوي إن اللي هو طالبه يحصل، بس هو من جواه عنده يقين ومتأكد إن ربنا قادر على كل شيء. عشان كده ربنا بيجيب المضطر، وده اللي الشيخ الشعراوي قاله: انت بتدعي ربنا بس بتدعيه دعاء المضطر، ولا بتدعيه وانت داير في دماغك حاجة تانية؟ يا رب ربنا هيحلها ازاي؟ ده الموضوع ما فيهوش امل، ده الموضوع مستحيل، ده الموضوع مش هيحصل. الكارثة ان ربنا شايف كل اللي بيحصل جواك ومطلع عليه. تاني، لما تدعي ربنا ما تركزش في صعوبة الدعوة اللي انت بتدعيها، ما تركزش في ظروفك، ما تركزش المشكلة دي هتتحل ازاي، ما تقسش بعقلك اللي قد كده، وما تقسش بأسباب الدنيا اللي كلها مخلوقات وجند من جنود الله. عشان كده ربنا قال لك ايه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي دي عظمة ربنا وفضله ورحمته بيك. ادعي واطلب من الله المستحيل، ادعي دعاء المضطر، ادعي وانت متأكد ان مهما كانت مشكلتك كبيرة الله أكبر. صباح السعادة.